تخيل في يوم من الأيام تبقى قائد جيش، وأول ما توصل بالجيش بتاعك والسفن بتاعتك توصل للشواطئ اللي انت رايح لها تحرق السفن كلها. ده بالظبط اللي عمله طارق ابن زياد. من أكتر من 1300 سنة طارق ابن زياد أبحر من المغرب ب7000 جندي عن طريق السفن، وعدى المضيق اللي احنا بنسميه دلوقتي لحد النهاردة على اسمه مضيق جبل طارق. وأول ما وصل للشواطئ بتاعة إسبانيا أمر بحرق السفن كلها. طبعا الجنود كلهم في حالة ذهول، إيه اللي بيحصل ده؟ لكن في جملة مشهورة جدا جدا قالها لهم طارق بن زياد، قال لهم: أين المفر؟ البحر وراءكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. مفيش تراجع، احنا حرقنا السفن خلاص، احنا جايين ننتصر، احنا جايين نكسب. احيانا الانسان بيحتاج فعلا يحرق السفن بتاعته. لما تخش تحدي انت عايز تكسبه، لما تكون في حاجة صعبة وخايف منها، لما تكون قلقان من حاجة ومش عايز تتراجع، احرق السفن بتاعتك بسرعة. مفيش تراجع. انا احمد حسن، وانت هنا في مملكة المؤرخات.